والراجل كان باشا. انا بحب، او مثلا زمان اللي هو الفيكتوريان مثلا، الست فيه كانت ملكه كده، مش دلوقتي شقيانه طالعه عينها. زمن. أوه. هروح ممكن أروح هروح الزمن بتاع سعاد حسني عشان أبقى صاحبتها وأعيش معاها. الأربعينات. ستينات. الزمن بتاع البهوات والهوانم ده، عارفه اللي هو كان ايه؟ 1800 وشوية. نفسي أروح الثمانينات أو السبعينات. اختار زمن الناس القديمه. لما عملت عمر افندي حسيت ان انا الاربعينات كانت حلوه، عندهم مبادئ وانا بحب المبادئ. الأربعينات والخمسينات والفترة دي. هرجع لكاس العالم 90 عشان أجيب جون تاني. زمن الأربعينيات والخمسينيات، عايز أبقى في الزمن ده. عايز اشوف نفسي بعد 10 سنين هكون فين، زي ما انا يعني مخطط في خيالي وكده ولا لا. من غير تفكير هرجع لزمن القدماء المصريين. روح العصر الفرعوني. الستينات، نفسي أعيش بالستينات مرة. بحب أنا الزمن ده كل حاجة، حياة وعربيات وشوارع وناس. بحب أنا الحالة دي. الوقت القديم كان ألذ أروق. أحس الإيرا دي تناسبني كده، ملابسهم شعرهم أحس مرة حلوة. ناس رايقه كده في الاربعينات وهاديه. مساء الخير. احب اروح زمن شاديه وصلاح ذو الفقار وفاطين عبد الوهاب وبليغ حمدي. هبقى مبسوطه قوي لو الاربعه دول في حياتي. والله هبقى مبسوطه قوي لان هبقى حاسه ان انا هعمل حاجات حلوه معاهم. مش هنقي اي زمن تاني، هنقي الزمن اللي انا فيه، بس هلغي الانترنت منه. الزمن الابيض واسود طبعا. كان فيه بركه وكان فيه خلق وكان فيه قيم، حاجات كتير قوي قوي. التسعينات، لاني عشت في اجمل مراحل حياتي. مصر ايام الفاطميين. نفسي أروح طبعا الزمن الفرعوني، والسبب عشان أعرف الأسرار بتاعة البناء بتاع الأهرامات، التحنيط بتاع المومياوات. الحالة كانت فيها روحانيات كده. بس مش عايز أروح الفترات اللي كنا محتلين فيها، لأن هيطلع عين أهلي وهحارب وهتقتل طبعا اللي احنا عايشين على حسه بقالنا 7000 سنة. يعني الستينات بما قبل، يعني ممكن من الستينات للأربعينات كل حاجة بقى بالفساتين والدريسات واللبس وكل حاجة. كانوا بيلبسوا حلو قوي. الزمن القديم اللي هو ده ألذ زمن وأطيب ناس يعني. عايز ارجع لايام الطرابيش. فكره انك تروح الشغل لابس بدله كامله ولابس طربوش وبتاع، كان شكلنا احلى كتير اظن. هروح ايام طرابيش وعماد الدين وفاهمه الحقبه دي. ومفيش حاجه وراك، تحس ان الدنيا هاديه وكان العدد قليل، كان كل حاجه رايقه كده، مفيش سوشيال ميديا كتير، فمفيش حد ليه دعوه بحد يعني. أكيد كل زمن وله الأشياء المتقدمة فيه، أكيد برضو الزمن بتاعنا برضو حظنا كده نصيبنا كده، فكده أحب الزمن اللي أنا فيه. هرجع مثلا ايام الانجليز والحمله الفرنسيه والحاجات اللي هي كان زمان في مصر دي. ما اعرفش، حاسس الجو ده وانا ماشي بطربوشه بلاقي على الزمن ده.